الحب مش مفروض يوجع. ايه اللي عودنا يا جماعة؟ خلينا نبدأ بهدوء كده. في إحساس كتير مننا عايشين بيه، بس قليل قوي لما بنقف عنده بصدق. إن الحب يبقى مرتبط بالوجع، مش وجع لحظة وخلاص، وجع مستمر، استنزاف، شدة في الجهاز العصبي، حالة دايما من الترقب وعدم الارتياح. ومع كده بنعمل إيه؟ بنكمل، مش عشان الحب كده، ولا علشان إحنا ضعاف، ولا علشان ما بنعرفش نختار. إحنا كملنا علشان اتعودنا. خلينا نفهم الحكاية من جذرها. إحنا اتعلمنا الحب من غير ما ناخد بالنا، اتعلمناه من علاقات شفناها، من ردود فعل اتكررت، من مرات اتحبينا فيها بس بشروط. اتعلمنا إن القرب ممكن يبقى متعب، وإن الأمان مش مضمون، وإن علشان نتحب لازم نستحمل شوية وجع. فكبرنا والجهاز العصبي عندنا ابتدى يفهم الوجع على إنه حاجة مألوفة، مش مريح، مألوف. وده فرق كبير قوي. خلينا نقولها بوضوح أكتر. الحب مش مفروض يوجع. أيوة، الحب مش مفروض يوجع، بس الجملة دي بتحسها غريبة على ناس كتير اتعودت تربط الحب بالمقاومة. لما العلاقة تبقى هادية نحس إن في حاجة ناقصة، في حاجة غلط. لما التواصل يبقى واضح نحس بعدم ارتياح. لما الشخص يبقى موجود بثبات نشك، مش علشان الشخص غلط، لكن علشان الهدوء مش مألوف لجهازنا العصبي، والجسم بيترجم ده فوراً. يمكن نحس بده بشد في الرقبة، وجع في الكتف، نفس قصير وسريع، قلب بيدق أسرع لما الأمور تبقى كويسة زيادة. الجسم ساعات ما بيستحملش الهدوء لأنه متعود على الترقب، وده بيخلينا ندخل في ردود فعل سريعة مش مبنية على هدوء، لكن على محاولة حماية. وإحنا هنا محتاجين حاجة مهمة جداً: regulation، تنظيم الجهاز العصبي. يعني نهدى قبل ما نقرر، نلاحظ قبل ما نهاجم، نسمع إحساسنا من غير ما نغرق فيه. مش كل شد معناه خطر، ومش كل هدوء معناه ملل. فبنلف حوالين الخطوة، نفضل نأجل الاعتراف بالحقيقة، ونكمل في علاقات بتسحب مننا طاقة نقطة نقطة. خلينا ندي مثال واضح هنا. بتشرح نفسك كل يوم لحد، يبقى ده مش حب. حد في حياتنا دايما محتاج شرح، نشرح إحساسنا، نشرح حدودنا، نشرح ليه اتوجعنا، نشرح ليه محتاجين حاجة مختلفة. وكل مرة نشرح كأنها أول مرة، ونحس إننا في محاضرة مش في علاقة. والأصعب إننا نبدأ نشك في نفسنا. يمكن إحنا بنطلب كتير، يمكن إحنا زيادة، يمكن لو شرحنا أحسن الدنيا هتمشي. بس الحقيقة مش ناوي يتغير، مش محتاج شرح أكتر، محتاج accountability، يعني تحمل مسؤولية حقيقية، مش اعتذار شكلي، مش وعود، مش كلام حلو. تحمل مسؤولية. تحمل مسؤولية في إيه؟ في الأفعال، في التكرار، في التصرف. وإحنا مش داخلين علاقة علشان نعلم حد إزاي يكون حاضر. إحنا ساعات بنفتكر إن الاستمرار فضيلة، بس في علاقات كتير الاستمرار فيها مش حب، ده تحمل، والتحمل بيبان نضج، لكن في الحقيقة هو تجميد. الجسم بيشد، النفس بيتقل، الطاقة بتقل من غير ما ناخد بالنا. وده مش ضعف، دي حماية. الجهاز العصبي لما يعيش فترة طويلة في حالة مؤلمة بيختار التجميد علشان نكمل. لو حاسين بتعب ومش قادرين ناخد خطوة، ده مش كسل، ده جسمنا بيكلمنا، بيحاول يحافظ علينا بالطريقة اللي هو يعرفها. وهنا تيجي الجملة المهمة: إحنا مش محتاجين نقفز، إحنا محتاجين نهدى. التغيير مش ضربة حظ، التغيير ممارسة، مش قرار مفاجئ، ولا مواجهة عنيفة، ولا قفزة كبيرة. التغيير خطوات صغيرة، واحدة ورا واحدة، وعي، ملاحظة، سماع للجسم قبل ما العقل يبرر. خطوة صغيرة تغير حياتك، مش شعار، دي طريقة خروج. يمكن الخطوة دلوقتي إننا نسأل نفسنا سؤال واحد بس: إحنا مكملين هنا علشان في حب ولا عشان في تعود؟ سؤال بسيط بس صادق. ويمكن الخطوة إننا نبطل شرح ونبتدي نراقب الأفعال. مش محتاجين نكون جاهزين، محتاجين نبدأ. البداية مش قرار نهائي، البداية وعي. اللي جواك أهم من اللي حواليك. إحساسنا مش زيادة، تعبنا مش دراما، ورغبتنا في الهدوء مش ملل. الهدوء أمان، والأمان مش حاجة بنعملها في يوم. لو عمرنا كله كان عكس كده، إحنا عملنا كده سنين، شرحنا إحساسنا وحدودنا وليه اتوجعنا، وكل مرة كأنها أول مرة، لحد ما الفكرة وضحت. اللي مش ناوي يتغير مش محتاج شرح أكتر. الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن ليه بنفضل في علاقات بتستنزفنا،
النهاردة فهمنا ليه. اتعودنا نربط الحب بالوجع. لو العلاقة بترهق جسمكم أكتر ما بترهق تفكيركم يبقى في حاجة محتاجة تتراجع. العلاقة الآمنة مش اللي تخلي قلبكم يدق أسرع، لكن اللي تخلي نفسكم أهدى. اختبار بسيط، اسألوا جسمكم بعد أي موقف: ارتاح ولا شد؟ الحلقة اللي جاية هندخل خطوة أعمق، هنتكلم عن ليه بنشرح نفسنا كتير لناس مش بتتغير، وليه الشرح ساعات بيبقى محاولة إنقاذ مش تواصل. قبل ما نمشي اكتبوا كلمة واحدة بس: اتحملنا ايه، او شرحنا كتير لمين، او اتعودنا على وجع ايه او وجع مين. كلمة واحدة من غير شرح، من غير تحليل. قوتنا في خطوتنا